السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. في مجال التجميل في حاجات اسمها المنقذة او الوصفات الفورية، دي اللي بتبيض البشرة بياض فوري، وبتستخدميها لما يكون عندك مناسبة، لما يكون عندك ضيوف او ظرف طارئ او اي حاجة. الوصفات دي منها كتير جدا جدا جدا. النهاردة هقولك على كام وصفة على سبيل المثال. تعالي ما اقولك على وصفة. اول وصفة فيهم هي ايه؟ الوصفة الاولانية، هتجيبي بطاطساية متوسطة وتقطعيها مكعبات، وبعدين تحطيها في كوبايه لبن او في نص كوبايه لبن، وتعلقيها على النار لحد ما تكاد تكون البطاطسايه دابت في اللبن. تمام كده. وبعدين ترجعي وتهرسيها كويس جدا وتصفيها عشان تضمني ان مفيش فيها تكتلات. وبعدين تعملي ايه بقى؟ تحطي عليها نص ليمونه معصوره، عصير نص ليمونه، وبعدين معلقه نشا، وبعدين عقله صباع من معجون الاسنان. تقلبي كويس جدا جدا، تحطيها على بشرتك او على اي مكان فيه تصبغات. لو لقيتي نفسك بتتحسسي يا حبيبتي اشتغلي على التست. لو لقيتي نفسك في هرش او بتتحسسي من الليمون ومعجون الاسنان بلاش منها. بس انا بقول لك البطاطس والنشا ما بيخلوش تاثيرها يلسع او ما بيضروش البشره الحساسه. ومع ذلك خلينا نشوف وصفه كمان. هتسيبيها من ربع ساعه لتلت ساعه، وبعدين تشطفي وتحطي حاجه مرطبه، واهم حاجه الترطيب. انا وصفاتي ما تتعملش بالنهار، كل وصفاتي بالليل. واي كريمات او اي حاجه بقول لك عليها او اي زيوت هتحطيها على بشرتك لازم تبقى بالليل، ما مش بالنهار خالص. النهار ملوش اي زيوت ولا كريمات. تمام كده. واي وصفه من عندي تمديها على رقبتك وعلى ايديكي عشان يبقى بشرتك كلها لون واحد. تيجي بقى لحاجه تانية. ايه يا ابله اماني؟ طبعا هتستغربي جدا. حته جبنه نستون. حته جبنه نستون. تمام. مش عارفه هي نستو ولا نستون، عادي يعني. مش هنخلف كتير عشان ما يطلعوليش في الكومنتات ابله اماني هي نستو ولا نستون، اي حاجه. جبنه مثلثات، جبنه مثلثات. هتجيبيها وتهرسيها كويس جدا جدا، وتحطي عليها ايه؟ نص معلقه نشا، وبعدين نقطتين ميه كده وتخفي كويس جدا، وبعدين تحطي عليها نص معلقه بيكنج باودر وتقلبي كويس جدا جدا، وبرده تحطيها على بشرتك او على اي مكان عايزه تبيضيه. دي من الحاجات الحلوه قوي قوي قوي. بتبيض وتفتح الجسم من 3 درجات ل 4 درجات تقريبا، ونتيجتها حلوه جدا جدا. حبيبتي انا عايزه اقول لك ان الحاجات الحاميه دي يعني اتعامل معامله المقشرات، ما تحطهاش حوالين الفم ولا حوالين الانف ولا تحت عينيكي، ده بديهي يعني. انا عن نفسي والله بعملها في اي حته، لان انا مش بستخدمها على طول، يعني بعملها كل فين وفين لما احس ان بشرتي فيها جلد ميت، احس ان بشرتي مزيته، احس ان انا بشرتي مأكسده كده يعني. انما على طول ومنتظم عليها لا. لو انت هتنتظمي بقى يبقى لازم تاخدي حذرك كويس جدا. من الحاجات الحلوه قوي 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 بيكربونات الصوديوم. الناس هتقول لي بيكربونات الصوديوم حاميه. بيكربونات الصوديوم بتدخل في كل الوصفات التجميليه تقريبا. اقول لك على حاجه، هاتي شويه شاور جيل. تمام. شاور جيل من بتاعك العادي خالص، وحطي عليه شويه بيكربونات الصوديوم، وافركي جسمك كله 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 كله، وبعد كده قولي لي ايه الاخبار. طب اقول لك على حاجه كمان، هاتي صابونه بزيت الزيتون او اي صابونه من بتاعتك، وابشريها كويس جدا، وحطيها في ميكس من ميه الورد والميه العاديه على نار هاديه جدا، وقلبيهم. وبعدين حطي فيها يا اما معلقتين بيكربونات الصوديوم، يا اما كيس بيكنج باودر، وفنجان خل. اقول لك على حاجه اقسم بالله هتجيب من الاخر، لا تصبغات ولا جلد ميت. هتحسي ان جسمك بيطلع وبر زي وبر البطانيه بالظبط، كانك بتغسلي بطانيه. تمام كده. في وصفات كتير قوي 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 قوي. طب اقول لك على حاجه حلوه قوي ممكن تعمليها كل يوم وهتخلي بشرتك ازاز. قولي لي ايه يا ابو الامان؟ هتجيبي 4 برشامات اسبرين ريفو. 4 برشامات اسبرين ريفو، تطحنيهم كويس جدا جدا، وتحطيهم في علبه زبادي اكسباير، علبه زبادي منتهيه الصلاحيه، وتضربي الزبادي دي كويس جدا في الخلاط كويس 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 لحد ما تروح معالمها خالص، ما يبقاش فيها زبادي. وبعد كده حطيها في حاجه في التلاجة، وبعد كده كل يوم امسحي بشرتك الصبح وبالليل، والله لا تشوفي نضاره في حياتك ما شفتيها. طب اقول لك على حاجه كمان. طيب يلا بينا. هتجيبي معلقه رز من بتاعنا المصري، ومعلقه معلقه رز، وبطاطسيه متوسطه، وجزرايه متوسطه، وتسلقيهم كويس جدا جدا جدا، وتهرسيهم كويس جدا جدا جدا، وتصفيهم كويس جدا جدا، وتجيبي عليهم معلقه واحده صابون مغربي، ومعلقه بيكربونات الصوديوم، او معلقه بيكنج باودر قمر، وقلبي كويس جدا جدا، واستخدميهم لاي حته في جسمك.
الخضار والفاكهه من الحاجات اللي بترطب الجسم وبتمده بالمعادن، وعشان كده بنحاول لو انت حاطه حاجه مثلا من الحاجات الحاميه او الحاجات اللي انت ممكن تفكري انها ممكن تضرك، فانت لما بتضيفيها للخضار او اي حاجه تانية بتقل من الاكتيفيتي بتاعتها، بس بتديكي نتيجه حلوه قوي. والترطيب الترطيب الترطيب، لو رطبتي هتلاقي الدنيا زي الفل. وجربي، مش هتيجي زي الحاجات اللي بنشوفها في الاعلانات وزي الحاجات اللي في سناتر التجميل. عايزه اقول لك ان في سناتر التجميل بيحصل حاجات كتير قوي قوي في الكواليس انت مش عارفاها. ولو عايزه نضاره وبياض لكل الاماكن اللي عندك، اقول لك على حاجه، هاتي ميكس من زيت جوز الهند وزيت الورد، يكون زيت موثوق منه، معلقه زيت ورد وعليها معلقه زيت جوز الهند، وبعد كده رجيهم كويس جدا وامسحي اي منطقه عايزه تبيضيها كل ليله بالليل، بشرط تكون نظيفه وجافه جافه 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 جافه، لان زيت الورد ما ينفعش يتعرض للميه، وكمان لازم تكون منزوعه الشعر. تمام كده؟ وجربي يا ستي وقولي لي ايه رايك. جربي، تابعيني على قناه وصفه طبيعيه وكريم بالصيدليه، وفضلا وليس امرا اشتركوا في قنواتي عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.